شفت فين المشهد ده قبل كده؟ انا حاسس ان انا في فيلم الف مبروك. هي نفس زنقه الكلاب بتاعت كل سنه، ولا درس زاد ولا درس نقص. اعمل ايه؟ ابدا بايه يا ترى؟ ابدا بايه؟ حادي بادي كرنب زبادي، شال وحط وكله على دي. يا كتكوت روح السوق هات البيضه ايه ده؟ كتكوت قصدي بابا، انت هنا من امتى؟ من ساعه ما كنت قاعد بتلعب كيلو باميه. يا ابني الناس كلها بتكبر وانت بتصغر فعلا، مهما كبرت صغير. انا مهما عليك مش فوق. انت هتغني لي يالا؟ يا ابني حرام عليك، الامتحانات خلاص فاضل عليها كام يوم وانت قاعد بتتمرع وتلعب حادي بادي. مش كنت بشوف ابدا بيها يا بابا عشان ما اضيعش وقت؟ يا بابا الوقت كالسيف، وخالته وخالتك وتفرقوا الخالات. واللي يتكسف من بنت عمه ياخد ابن عمه. انت بتقول ايه يالا؟ بنت خالته؟ بطل عك ولعب، قاعد بتختار الماده اللي انت هتذاكرها بحادي بادي. يعني ناس بتشوف يا ربي انهي ماده اطول انهي ماده اصعب وتبدا تذاكرها وانت بتلعب حادي بادي. امال العب ايه؟ تلعب ايه؟ انت معاق كده. الحمد لله يا رب، اللهم لا اعتراض. انا مش متضايق ان المتخلف ده يبقى ابني. متخلف؟ بكره بقى غني واركب اللامبورجيني وتتحنن عليها اركبها. طب وربنا ما انا اركبها لك وخليكوا تمشوا حفيانين كده جنب على الارض. انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ مش سهران، قاعد بذاكر يا بابا. من طلب العلا سحر الليالي. سحر الليل؟ انت عاوز تبقى دجال؟ معرفش، انا بسمعهم بيقولوا كده. بقول لك ايه، ولا سهر الليل ولا كلام الفارغ ده. انت ممكن تذاكر من الصبح بدري عادي جدا وبالليل ترجع تنام بدري برضه، لان النوم ده يا ابني اهم حاجه ممكن الانسان يعملها، اهم من الاكل والشرب. يعني انا لو نمت بدري كاني اكلت نص فرخه مع سلطاتها؟ صح تقريبا يعني كده. تخيل بقى تنام بدري وتصحى بدري في قمه الطاقه والحيويه، تعمل لك بقى تمارين الصباح و90 المساء خدت بالك؟ تمارين و90 و70 اللي هي 80 و90. طيب قفل بقى ونام واسمع الكلام، وانا هدخل بقى الحمام. تصبح على خير، سلام. برضه مفيش سمع كلام. على ابنها راب في الاخر ويفضل يقول لي بطل هزار ولعب، وهو طول ما هو ماشي في الشعب يرمي افيهات كده على طول. تمارين الصباح و90 يا راجل. حادي بادي خلى موضوع المذاكره يفلت من ايدي بقى في رجلي. المرض ده معدي ولا ايه؟ بس تصدق عندك حق يا حاج، انا ايه اللي يخليني اقعد اسهر واذاكر دلوقتي؟ ما هو طول ما الامتحان مش بكره يبقى ايزي عادي ما تذاكرش. احنا دلوقتي نصحى بكره نذاكر. ايه ده؟ انا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ وبيت مين ده؟ يا نهار اسوح، انا لبست الهدوم دي امتى وازاي؟ انا رجع اتغير لي تاني زي العيال الصغيره وانا نايم؟ لا اللي بيحصل ده اكيد مش حقيقي. يكونش انا لسه نايم وبحلم؟ لا صاحي. طب ايه يا جماعه، ده مقلب ولا ايه؟ ما اي حد يرد علينا. الطريقه دي على فكره بتحسسني ان انا هي انا مخطوف. الحق A few moments later. بس هو ازاي انا مخطوف؟ ده العفش بتاعنا هنا، يكونش سرقوه كمان؟ ما ديكور البيت عجبهم اكيد اخدوه. يا رب يكونوا جابوا الراوتر. اكيد العصابه اللي خطفتني وجابتني على هنا هتطلب فلوس من ابويا، وده معناه ان انا هفضل هنا لاخر عمري، لان ابويا مش هيدفع فيها 5 جنيه مغسوله حتى. ده مش بعيد لو عرف ان انا اتخطفت يأجر اوضتي. انا لازم اهرب. اهرب يا يوسف. انا هخرج من هنا، انا هخرج من هنا، انا مش هستسلم. بابا انت معايا هنا؟ انت مخطوف؟
لا انا مزنوق. مزنوق في ايه يا بابا؟ هي العصابه دي زنقينك في ايه؟ عصابه ايه يا ابني؟ انت سخنت تاني ولا ايه؟ وبعدين ازاي تدخل عليا الحمام كده؟ حمام؟ ما انت هدوءك ده مفكر ان انا دخلت عليك اوضه المكتب. اوضه المكتب اهو، البانيو ده المكتبه، والقعده اللي انا قاعد عليها دي الكرسي. تخيل. مش وقت استظراف اهو، بتشطف وحصلني بسرعه. 2000 years later. يا بابا يا بابا حرام عليك، ساعتين في الحمام، دي مش مواعيد ناس مخطوفه، عاوزين نلحق نشوف هنهرب ازاي. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه الدوشه دي وعصابه مين ومخطوفين ايه؟ يوسف انت رجعت تشرب ميه ساقعه تاني صح؟ لا والله. احنا فين يا بابا؟ احنا مخطوفين ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا ابني انت مجنون، ده بيتنا الجديد يا حبيبي اللي عزلنا فيه من يجي 3 اسابيع كده. هو انت مش فاكر لما جيت معايا نروح نشتريه سوا لما كان لسه طوب احمر؟ طوب احمر؟ بالصلاة على النبي يا حاج شعبان، الشقة دي الله أكبر 3 مطارح ومطبخ وحمام وريسبشن قطعتين. اللهم بارك. طالبين فيه كام بقى البيت ده كله كده على بعضه؟ 3 ووتر مليون باوند. بس بصراحة يا معلم يعني لحظة أنت يا بابا، بس ده مش موسم البطيخ. أنت بتقول إيه؟ ده قصده 3 مليون جنيه. كم؟ لحظة أنت يا بابا. ها لا ده كان في رمله في الشبشب، بس كملوا. بصراحه كده السعر مش عاجبنا يا معلم صلاح، يعني هودنا في السعر شويه. ما انت عارف يا حاج شعبان لو في ايدي ما يتعزش عليك، لكن هي ما فيهاش والله. يعني لو مثلا نقول لحظه انت يا بابا، هي الحجاره دي مفعصه ليه كده؟ هي طماطم، ما انا بحاول افصل معاك. اسكت انت. خلاص احنا موافقين يا معلم صلاح، توكلنا على الله. توكلنا على الله، يبقى نمضي العقود. يلا بينا. لحظه يا بابا، يعني انا بقالي 3 اسابيع هنا باكل وبنام وبشرب وبلعب على الكمبيوتر وبمسك الموبايل وبنزل الجيم واروح ما خلاص يا ابني، انت تسمع لي روتين يومك؟ ما انا حافظه يا حبيبي. قلت لك ايوه بقالي هنا 3 اسابيع. انا كل اللي فاكره ان انا عندي امتحان. استاذنك يابا عشان اروح الحقه. ضحكتني وانا عليا صوتي يا ابني. ايه اللي بيضحكك دلوقتي؟ اصل عارف الامتحان اللي انت رايحه ده؟ ماله؟ انت رحت ورجعت يا ابني. ايه ده الحقيقه اروح واجي بسرعه دي؟ شفت عصر السرعه يا ابني؟ ما انا قايل لك ان الكلام ده كان من 3 اسابيع، اكيد يعني الامتحان بتاعك عدى. ده انا كنت لسه هسالك على النتيجه، عملت ايه صح؟ هو انا فاكر الامتحان عشان افتكر النتيجه؟ انا عاوز اعرف اهو ايه اللي حصل لي بالظبط. انا هحكي لك. كان يا مكان في سوالف العصر والامان. يا عم الحلاق ابوس ايدك اهو، اتكلم بجد بقى انا هتجنن. خلاص اسمع. فعلا الغلط لحظه لكن الندم سنين. اللي هيتكلم او يهمس او اللي هيبص للي جنبه هسحب ورقته وهسحبه هو شخصيا بالديسك اللي قاعد عليه بصاحبه اللي جنبه، وهرميهم كلهم كده بره اللجنه. انا مش عاوز اشوف حد بيغش. انت عشان مستخبي ورا الستاره السودا اللي انت لابسها دي لو تقلعها. واللي عاوز فيكم حاجه من زميله في اخر اللجنه كده بصوت واطي ايه؟ هسحب ورقته برضه وهعمل له محضر غش. اول اللجنه عندي زي اخرها، مفيش غش. ما جايبين لي المراقب من السجن ولا ايه؟ رجاله هو السؤال بتاع رتب تصاعديا ده ارتب من الاقدم للاحدث ولا من الاحدث للاقدم؟ من الادخن للارفع؟ يا ابني ده بيقول لك رتب تصاعديا، اقدم واجدد واوسع واطول. ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ تمام صح. طب استنى، بالنسبه للخانه بتاعت الدور دي اكتب الدور الثالث ولا الدور الثاني علوي؟ ده مجنون يا ابني، انت اول ما تدخل الامتحان انت كده هتسقط. احنا في الدور الاول. صح. وانا عبد الرحمن رد، يعني انا عارف انت سامعني. عايز ايه؟ 1 فول و2 طعميه. اكون عاوز ايه يعني؟ واحد في امتحان وواحد بينادي عليك بصوت واطي. عاوز اغش. غش في ايه؟ صوت. ولا عبده السؤال التالت الف ماله؟ خلف امبارح وجاب بنت سماها همزه ربنا يخلي. طلعك كده هتهزر. اجابته ايه؟ حشيش السافانا. حشيش السافانا؟ انت مسطول يعني ولا ايه؟ الاجابه دي لو كتبتها تحبسنا. وبعدين سافانا دي ده امتحان رياضه اصلا. بس يبقى معركه جنوب الوادي. وادي ايدك ابوسها ما تتكلمش تاني، ما تهبطش اكتر من كده، هتخلينا نسقط بالسالب. طب بقول لك انا خلصت بقى يا زميلي، هسلم انا بقى وانت براحتك عشان راكن بس التوك توك صف تاني بره. ولا عبد اللجنه بتخلص، ابوس ايدك ادينا اي حاجه، انا ما حلتش خالص. اكتب 3 أس 5. شحاته أس كام؟ 3 أس 5. 3 أس 7 أس 5. تشكر يا ذوق. 3 أس 5. عاشر واخر مره اعمل كده. عاشر ورقتك.
واطلع بره. تعرف انا مش هعمل لك محضر غش بس، ده انا هحولك كمان لاخصائي نفسي لانك غشاش وغبي. بره. الو. ها يا اينشتاين، عملت ايه؟ عملت ايه؟ عيب يا بابا السؤال ده انت مخلف عبقري. سيريس. بس يا سيدي، وهي دي قصة قصة الامتحان بتاعك. وطبعا انا عرفت من نبرة صوتك ان انت كذاب وانك ما حليتش كويس وانك ممكن تسقط، لان عمرك اصلا ما حليت كويس في امتحان الرسم. ليه؟ هو انا مش في اعدادي كنت حلل كويس في امتحان الرسم؟ وما سقطوك ليه ساعتها؟ هم طلباتهم غريبه، بيقولوا ارسم اسره سعيده قاعده في جنينه وحواليهم خضره، تقوم راسم لهم راجل ماشي لوحده في عز الظهر ومفيش اي جناين حواليه، ما هو كان بيعدي الطريق لسه. طب يوصل بالسلامه. بس برضه يا بابا انا مش فاكر احنا جينا هنا ازاي خالص، بجد انا مش فاكر اي حاجه. طب ما تيجي نشوف. انت يا ابني هتفضل عيل طول عمرك ومش هعرف اعتمد عليك. ليه بس بتقول كده يا بابا؟ هو انا يا بني ادم مش قلت لك ان احنا هنعزل النهارده واديتك 2000 جنيه في ايدك وقلت لك شوف لنا عربيات وناس تنقل لنا العفش من البيت ده للبيت الجديد؟ ما انا بحاول اكلمهم يا بابا، ثق فيا. بس بصراحه يعني المبلغ اللي انت عارضه ده قليل جدا، في حد يجي يشيل العفش ده وينقله لمكانه ب 2000 جنيه بس؟ زود 500 كمان. ما انا لو كنت مخلف راجل يعتمد عليه كان زمانه شال كل الحاجات دي ونقلها لوحده، وانا ساعتها يعني كنت هدوله اللي فيه النصيب. بجد يا بابا؟ لا طبعا انت صدقت، ده واجب عليك يا حبيبي. اشيل كل ده لوحدي؟ ليه الكليز؟ حرام عليك يا بابا. خلاص يا بابا انا هتصرف، ثق فيا. اهو تصرفاتك دي انا قلقان منها، وشكلك هتجيب لي حفار في الاخر. بسبب تصرفاتك الغبيه دي انا اللي بدفع الثمن كل مره. ما تقلقش يا بابا، ثق فيا. ماشي يا عم بنك مصر، ثق فيا ثق فيا، مش هتحلها لما نشوف. الو يا اسلام، فينك يا ابني وفين ايامك وفين العيال؟ وحشني كلكم والله. يا زميلي ما احنا كنا مع بعض امبارح. امبارح؟ يا راجل دول عدوا عليا كانهم 24 ساعة. المهم انا صحيت من النوم النهارده لقيت ابويا واقف في المطبخ بيطبخ بنفسه وعامل وليمة، انما ايه مش هقول لك. ولا لازم اصحابي يجي النهارده يتغدوا عندنا في البيت. خلصانه يا زميلي ما فيهاش كلام طبعا، هننزل لك كلنا من غير ما نتغدى حتى، مسافه السكه واجيبهم لك واجي على طول. ماشي ما تاخرش بقى، استناكم كلكم. سلام. A few moments later. اخويا جو، ايه الاكل جاهز ولا لسه؟ الرجاله واقفه تحت يا زميلي على لحم بطنها مستنيه عشان تطلع تاني. هو ايه العفش والكركبه دي كلها يا زميلي؟ انتوا بتنقلوا ولا ايه؟ Two 2,000 years later. والله العظيم تاني مش مصدق ان احنا خلصنا الحمد لله اخيرا. بص بقى يا سام، طلع لنا بقى كل عيال لتحت علشان كلنا نتعشى مع بعض. تتعشوا بره في الوقت ده؟ ماشي يا ولاد هتوحشوني، مع السلامه. نتعشى بره يا بابا، انت مش قلت ان احنا هنعمل وليمه للرجاله وكده؟ وليمه ليه؟ هو عفش بنت العمده؟ عفش بنت العمده جعفر العمده ذات نفسه لازم اكل الرجاله اللي معايا دي تحت عشان يعوضوا البهدله اللي هم بهدلوها بدل ما ياكلوني انا. وبعدين هو مفيش شكرا حتى. لا طبعا فين؟ لا انا على فين شكرا. يا سيدي ألف، لا ألف شكرا. العفو على ايه؟ يعني احنا مش هناكل في الاخر؟ هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ الساعة 6 الصبح، بقالنا 10 ساعات شغالين. احنا المطبخ عندنا بيقفل الساعة 5 للأسف يا رجالة، لاست اوردر. ده على اساس ان احنا في قصر الكبابجي؟ وشوية بقى كده اعمل لك استعراض الملوخية. ملوخية، المهم ناكل. انت همك على بطنك انت وصاحبك وسايبين الكنبة اللي مرمية في الشارع دي تحت. اتفضل يلا خد اي حد من صحابك وانزلوا اطلعوا هاتوها. ماشي يا بابا، وبالنسبة للأكل بقى ما تتوهش، هنطلب من بره؟ يا حبيبي هنطلب أكل من بره وناكل كلنا، بس انزلوا بقى هاتوا الكنبة اللي تحت دي. لا مفيش أكل مفيش شيل، السلام عليكم. كده طيب. حساب الأكل مع إسلام يا ولاد، هياخده ويجري. وبعدين يا سيدي الله، انت يا ابني بتصحى وانا بكلم نفسي. لا
مؤاخذة يا بابا، اصل الحدوتة شيقة شوية. وايه رايك بقى في الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ ايه ده يا بابا؟ انت برضو ما قلتليش السبب اللي خلاني مش فاكر اي حاجة خلال ال3 اسابيع اللي عدوا. انت مش عاوز تقولي ليه؟ ما انت يا بيه علشان خرع وصحتك على قدك وشكلك كيوت ومش قد المسؤوليه. ما كفايه يا بابا، هو ايه تهزيق وخلاص؟ انا قلت لك عاوز اعرف السبب، انا مش شايل ملحق فيزياء انا. سبب كل ده كنا شايلين انا وانت حاجه وانت ما استحملتش واتزحلقت وانت شايلها ووقعت عنك، وانا قعدت ازعق واقول ابني حبيبي حد يلحقنا، كله الا ابني. خد عمري، خد فلوسي كلها، بس ابني يعيش ويبقى كويس. يا حبيبي يا بابا، هو انا عندي اذكى ولا اغلى ولا اشطر منك يا ابني؟ بس مش عارف ليه حاسس ان حصل غير كده. انت هتكدبني؟ لا العفو يا بابا. يا نهار ابيض. عملت ايه؟ لسه ما عملتش حاجه، انت عارف يعني، لسه صاحي ما لحقتش افطر. ما تحورش، انا عارف ان النتيجه ظهرت، قول لي عملت ايه؟ بصراحه طبعا يا حبيبي انا مش مربيك غير على الصراحه، وانت عارف انا ما بيهمنيش بقى طالع من الاوائل جايب مجموع كام، اهم حاجه عندي انك تكون بخير وكويس. ها قول لي بقى عملت ايه؟ بصراحه نجحت. طب الحمد لله. وشلت مادتين. برافو. ايه؟ ازاي؟ اذا كان كل راح تمتحنهم 3 مواد شايل منهم 2 ازاي؟ وبعدين نجحت برضو ازاي؟ في يا بابا؟ طيب ايه ده؟ انت مش كنت لسه بتقول من شويه اهم حاجه سلامتي وان انا كويس؟ لا يا حبيبي الف حمد لله على سلامتك، ده انا هطلع عيني اللي جابك دلوقتي يا بابا. ايه ده؟ انا فين وايه اللي جابني هنا؟ يوسف احنا فين؟ الف سلام عليك يا بابا. هو انت فعلا مش عارف احنا فين؟ انا مش عارف ولا فاكر اي حاجه. مش عارف ومش فاكر حاجه. طيب قول لي كده يا بابا يا حبيبي، انت ايه اخر حاجه فاكرها؟ صح افتكرت. انا اخر حاجه لما كنت بسالك على النتيجه بتاعتك عملت ايه؟ لو قلت له الحقيقه هيعاقبني ويجرى ورزق المره اللي فاتت. انا اقول له الحقيقه ليه؟ انا اقول ان انا نجحت وهو كده كده مش هيشك فيا لان هو مش فاكر اي حاجه. انجز يا ابني، سرحان في ايه؟ الحمد لله يا بابا انا نجحت ومجموع كبير جدا في كل المواد. الف مبروك يا حبيبي. اهو كده انا دلوقتي حاسس ان انا بقيت بخير وفاكر كل حاجه. ايه؟ افتكرت حاجه؟ افتكرت ايه؟ يا ابني بقول لك حاسس يعني بقيت كويس. حاسس. لا ان شاء الله مش تفتكر تاني خالص. بتقول حاجه يا يوسف؟ بدعي لك. طب يا بابا انت كنت واعدني ب 500 جنيه اول ما انجح عشان اخرج بيها مع اصحابي. انا اوعدك انت ب 500 جنيه ده ولا 5 جنيه حتى. يا بابا وغلاوتك عندي حصل، يا رب شعر ودني يقع شعرايه لو الكلام ده ما حصلش. خلاص اسكت. خد 500 جنيه اهي، وهتلاقي المفتاح بتاع العربيه موجود تحت فيها. خدها واطلع اتفسح مع اصحابك. تسلم يا بابا يا احلى اب في الدنيا. مهما عليت مش فوق. ايه ده؟ ضربت مني على الاخر. انا استفشف. المهم لا عدي يا عم، فكك من الحوارات الغبيه دي. من ادوات الممثل لازم صوابعك واطرافك ال5 مش صح. مش ممكن في ايه الحركات الغير مفاجئة دي؟ 6 الصبح بقالنا 10 ساعات شغالين. بانت عندك ان هي 11. ان شاء الله نعمل وكيل في كتير. ده انا كده قصيت.